لكن بالنسبه ليه المفهوم ديال انه ينفق في سبيل الله باقي دماغه لاصقه ليه ويبني جامع. عندك الامكانيات، راه كاين اللي الزكاه ديالو اللي خصها تخرج الزكاه 3 المليار، هذه الزكاه 3 يعني كنهضروا في واحد 120 مليار، هذا كابي، هذا فلوسه هذه، وبمقارنه بوحدين اخرين اصحاب رؤوس الاموال اللي عندهم غير على الدين وتيحبوا الدين، لكن بالنسبه ليه المفهوم ديال انه ينفق في سبيل الله باقي دماغه لاصقه ليه انه يبني جامع. فكتقول لي راه ممكن تبني 10 جوامع شريف وكل جامع توقفوا بمليار. عندك الامكانيات، راه كاين اللي الزكاه ديالو اللي خصها تخرج الزكاه 3 المليار، هذه الزكاه 3 يعني كنهضروا في واحد 120 مليار، هذا كابي، هذا فلوسه هذه، وبمقارنه بوحدين اخرين راه عاوتاني راه ماشي شي حاجه. راه كاين اللي عندكم كلاسي فوربس راه ما كتبيعش الخبز في الدوره. فمحل الشاهده شنو؟ كاين عندك ناس هو بالنسبه لي راه ممكن على 10 سنين كل عام يبني لك جامع، عنده القدره وباريحيه، زعما ماشي يتكلفها ولا باريحيه يبني لك 10 ديال الجوامع. لكن كتقول لي راه الا بقيتي انت مكلف لينا غير بالجوامع، وهي مساله طيبه، لكن الا اقتصرتي غير على المساجد والآلة الإعلامية الأخرى جالسة كتخرب في الأذهان ديال الشباب اللي قمشوا يجروا من الإلحاد، ولا قمشوا يجروا من التشكيك في السنة، واللي جروا من الربوبية، واللي جروا من اللا أدرية، واللي جرهم غير يدخشيهم في دائرة الاستهلاك، أنهم ما تبقاش عندهم علاقة كاع بالتدين ديالهم، اللي عندهم واحد التدين سطحي، داكشي ديال والله عالم ما في القلوب والله يغفر لينا هو راه النهار وما طال وعطيها المصيب. كتقول لي دوك 10 جوامع هنا ل 10 سنين، ملي غتكمل داك الجامع ل10 دوك 9 الجوامع اللي قبلهم راه ما يبقى يدخل لهم حتى واحد. وغيبداو يتعالاو بعض الاصوات بحال بعض الاصوات النكره اللي كان دوات شحال هاني، قال لك حكا والجامع شرا بحال منه، ما كيخلص ضريبه ما كيخلص حتى شي حاجه، البار كيدخل لنا فلوس اكثر منه. واش قله الحياه دابا اللي ولينا فيها؟ وهاد قله الحياه عندها منابر اعلاميه كتهضر فيها. اذا ملي عندك منابر اعلاميه كتهضر بهذه الجرأه هذه لان لاقي على من تكا، وانت باقي كتبني في الجوامع، راه دائره التاثير ديال المسجد دابا راه ولات قليله، راه خصك تقلب على دوائر ديال التاثير توسعها باش تجر عباد الله لعل وعسى شي بركه منهم تدخل بعد لهذاك الجامع اللي انت بنيتي. فكتقول لي شنو هو اللي ضرك انت ان في هذاك العام اللي غتبني فيه جامع بمليار ونص، واخا سيدي بني فيه جامع لكن بنيه بمليار، زعما جامع بمليار ما قالش اودي يوسف، جامع مليار راه جامع شي حاجه جامع كل وعندك واحد 500 مليون اللي غتبقى شيطان عطى الله ما دير بها. من بين الامور اللي دير بها تخدم المشروع الاعلامي. بالله عليك اودي يوسف، دابا البودكاست اللي جينا نصوروا في هذا القناه هذا كرهتيش يكون عندك انت واحد استوديو فيه على الاقل فيه واحد 5000 متر كاري ان شاء الله قريبا، وتقاد فيه وتوجد فيه ودير استوديو هنا. ما اللعيبه صافي تولي البودكاست اللي صورتيه في واحد الكادر ما بقاش يتعاود ذاك الكادر، تعاود تصور ليه كادر اخر، وتولي ديك الساعه ما تبقاش تولي انت كتجيري ان سيستيم ديال لي بودكاست. نعم سيدي، وما يبقاش يا سيدي مقتصر غير على الجزء من هذه الامه اللي هو المغرب، غيولي عندك العماسين تاع لي شي المونديال. هذه بصح حتى هو الهدف ديالها، فهمتيني يعني. فوالا احنا دوينا جبدنا هذه الهضره هذه، ولكن راه ما كاينش فلوس ابو يوسف راه ما تخرجش من اربعه الحيوط اكيد. وهذا ارباب الاموال دابا غتلقاه باش يبني لك جامع ما عندوش اشكال، قلت لك يبني لك جامع مليار ونص، لكن ملي كتقول لي ودي راه واحد الشباب باغيين يديروا سميتو يخدموا الدعوه الى الله من خلال واحد المساله ويرفعوا منسوب الوعي ويديروا شي حويجات الى اخره ويخدموا البلاد، محتاج غير واحد الماطوس البلافون ديالو غيكون كيسوى واحد 15 مليون، يعني 150,000 درهم. وميور ديكا غيصيفطك عند السكرتير ديالو يقول لك دير واحد 1500 درهم ديك 500 درهم غادي نمشي نشريو مطيشه الشريف. راه كنهضر معاك على بروجي اللي ديال المدافعه الحقيقيه الان، ساحه المدافعه على مستوى الاعلام. دابا لو بغيتي غير قناه ليماج ديالها عاديه ماشي تا اش دي، الفريكونس باش كتخلص في الشهر ما لا يقل على 10 المليون، يعني غير باش يعطيك الفريكونس في الساتيليت. اما اش غدير انت في هذيك القناه، الماتيريال اللي غتخدم به، الناس اللي غتجيبهم، الديبلاسمون ديال العباد، لا ما كناقشوش هادشي. انا قلت لك غير الفريكونس في الساتيليت خصك لها مينيموم واحد 10 المليون، 100,000 درهم في الشهر. ايوا واش غنوقفوا حنا هاد وكيقول لك ما عندناش اعلام الى اخره. ما عندناش اعلام، ما عندناش الناس اللي ما عندناش وعي باهميه الاعلام وربط الناس اللي هما تيجتهدوا في نصرة الدين بالمال ديالهم بالناس اللي مجتهدين في نصرة الدين باللسان ديالهم والافكار ديالهم. بهذه الطريقه هذه ممكن